السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد. النهاردة أقول لكم إزاي تعملوا الحواوشي الاسكندراني في البيت بطريقة سهلة جدا. الطعم حكاية، محدش هيصدق إن الجمال ده كله اتعمل في البيت بمقادير موجودة في كل بيت. وتعالوا بينا نشوف المقادير. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، 4 معالق كبار زبادي، نص كوباية زيت، رشة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سكر، معلقة خميرة، كوباية لبن دافي، ورشة ملح. هنا اللبن الدافي والخميرة والسكر، وهبتدي اقلبهم كويس جدا. اللبن مع الخميرة مع السكر هقلب كويس جدا لحد ما يمتزج. استنى 10 ثواني وابتدي اضيف الملح والزبادي واقلب برضو كويس جدا. هنزل بالدقيق هنا بقى، هبتدي ورشة البيكنج باودر، وابتدي بقى اقلب كويس جدا واعجن لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام لسه مخرفش جدا ملزق، مش باين له اي ملامح. هبتدي بقى انزل بالزيت بالتدريج، ما ينفعش احط الزيت كله مره واحده. هنزل شويه واعجن لحد ما الزيت يختفي، وانزل بالباقي لحد ما اوصل للقوام ده من العجينه. عجينه ناعمه جدا، مش بتلزق خالص، طريه جدا، عجينه تحفه الصراحه. هبتدي بقى هنا اخمر العجينه لمده نص ساعه. عجنا. تعالوا بينا نشوف بقى مقادير اللحمه. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، تكون فيها نسبة الدهون كويسة جدا. نقول للجزار بتاعنا ان احنا هنعملها حواوشي. معايا هنا نص كوباية من البرغل، منقوع لمدة ساعة ومتصفي كويس جدا. ممكن تستغنوا طبعا عن البرغل، بس انا بحب احطه في الوصفة عشان بيبقى اقتصادي يعني. انتوا ممكن تستغنوا عنه خالص. هنا فلفل الوان، فلفل اخضر، ممكن تحطوا فلفل حامي لو انتوا بتحبوا السبايسي. 5 فصوص من الثوم، معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، نص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة ملح، بصلتين كبار، واللحمة. ابتدي بقى اخلط المكونات دي كلها في الكبة، بس هنزل الاول بالبصل واضربه كويس، اتأكد ان هو اتفرم الاول عشان ما يبقاش في العجينة حتة بصلة كبيرة وحتة صغيرة. ابتدي اعمل البصل الاول، بس هتأكد ان البصل اتفرم كويس. هنزل بقى هنا ببقية المقادير كلها، الفلفل والثوم، البرغل، واللحمة، والبهارات. ابتدي بقى اقلب الكلام ده كويس جدا يمتزج بس مع بعضه، وهوقف خالص. هنقلب كويس بس لحد ما نوصل للقوام ده. القوام ده هايل جدا، كويس قوي. بس كده اللحمة جاهزة معانا للحشوة. العجينة بقى، هنا العجينة خمرت. هنبتدي بقى نفرغ الهواء اللي فيها. شايفين العجينة ناعمة قد ايه وطرية جدا، العجينة تحفة. هبتدي بقى افرد العجينة على الرخامة بتاعتي. هنا بقى هبتدي اقسمها، انتوا ممكن تقسموها لحجم كور. انا هنا بحب اعمل الرغيف حجمه كبير زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. هبتدي هنا المقادير دي تعمل لي 5 كور من دي، يعملوا لي رغيفين، وبعمل رغيف صغير من الحته اللي فاضله دي. هبتدي هنا بقى اكور العجينه زي ما انتوا شايفينها كده. بعد ما قسمتها ل5 قطع، هبتدي بقى اكورها زي ما انتوا شايفينها كده واحطها هنا. بقى هنسيبها ترتاح تاني، رشة زيت بس على الوش بتاعها كده، وهسيبها تخمر كمان لمدة نص ساعة وعشان ترتاح واقدر افردها بسهولة معايا. هنا بعد ما ارتاحت وخمرت وحجمها اتضاعف تاني زي ما انتوا شايفينه، هبتدي بقى امسح مسحة زيت خفيفة على الرخامة عشان افرد والعجينة ما تلزقش معايا. العجينة مش محتاجة نشابة، بتتفرد بايدي زي ما انتوا شايفينها بكل سهولة، ناعمة جدا. هبتدي بقى افردها كويس جدا بس لحد ما اوصل للسمك بتاعها ده، وابتدي افرد عليها الجزء بتاع اللحمة. طبعا نتوصى في المحلات بيبقى اللحمة بسيطة جدا. هنا هفرد اللحمة كويس وابتدي افرد كمان جزء من العجينة واحطه عليها. اغطي الاطراف كلها، اغطي اللحمة عشان ما يبقاش جزء طالع.
نتأكد ان الاطراف كلها تساوت بقى، وان احنا قفلنا الرغيف كله كويس جدا. بعد ما اتأكد ان كده، هبتدي بقى اقلب الرغيف على الناحية التانية في صينية مدهونة زيت كويس، وابتدي بقى افرد تاني بالظبط كده. هفرد كويس جدا، وابتدي بقى احط رشة سمنة، رشة زيت اللي تحبوه، مسحة زيت كده على الرغيف كله بس. والشكل المتعارف عليه طبعا في الرغيف الحواوشي الاسكندراني، رشة السمسم ورشة حبة البركة. هنبتدي بقى نحط سمسم وحبة البركة. تمام اوي كده. هنخبز على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، يبتدي ياخد الوش الجميل بتاعه، ونبتدي نخرجه. ده الشكل العادي بتاعه. احنا هنعمل شكل تاني، هفرد نفس الفرد اللي انا فردته في رغيف تاني، وهنحط نفس الحشو، بس هنضيف عليه الجبن. انتي ممكن تعملي الشكل ده، وممكن نعمل الشكل التاني اللي هو نضيف عليه ميكس جبن زي كده. فردت الرغيف كويس وحشيت برضو، هحط هنا الجبن. حطوا الجبن اللي انتوا تحبوها، ضيفوا الاضافات اللي انتوا عايزينها، فلفل الوان، زيتون، اللي تحبوه، ممكن سلامي، ممكن اي حاجة، بس انا بحب الطبيعي بتاعها ده اللي هو رشة الجبن والفلفل الالوان. هبتدي برضو اخبزه بنفس الطريقة. انا بعد ما حطيت الجبن والفلفل ده، حطيت على الاطراف سمسم وحبة البركة. هيتخبز برضو درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. بيطلع بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. الشكل يجنن يا جماعة، الريحة كانت قلب الدنيا حرفيا، الريحة تجنن، الطعم يجنن، طعم حكاية. محدش هيصدق ان انتوا عملتوه في البيت، صدقوني. الطريقة سهلة جدا، ممكن اي حد يعملها، مش محتاجة اي حاجة، مفيهاش مكونات صعبة، مفيهاش طريقة صعبة. وطبعا النتيجة هتبهر كل اللي هيدوقها. بصوا بقى على الجمال، شايفين لوحة فنية والله، مش رغيف حواوشي. بصوا بقى الحشو، كمية الحشو من جوه كمية كويسة جدا، مناسبة، مش كتير مش شوية، حلوة جدا. العجينة حكاية والله، بصراحة العجينة تحفة، هتعجبكم جدا. انتوا ممكن تستغنوا عن البرغل، ما تحطوش. انا بحط البرغل، ساعات بحطه ساعات مش بحطه، انتوا ممكن تحطوه بحيث ان الوصفة تبقى اقتصادية اكتر. برضو انا قطعت اللي هو العادي خالص، شايفينه طالع قد ايه جميل، واخد لون جميل بجد. هيعجبكم جدا، هيبهر كل اللي هيدقوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. السلام عليكم ورحمة